السلام عليكم ورحمة الله. رجعت لكم اليوم راح ندير معاكم حاجة حلوة، حنديروا لي دانوت. طلبهم مني ولدي الصغير. معاكم المقادير كما راكم تشوفوا. عندي مغرف كبيرة خميرة الخبز، مغرف كبيرة سكر، نزيد معاهم كاس حليب غير ربع، ما نكبوش كامل المره الاولى، ندير معاه غير شويه نخلطو، ومن بعد نضيف لهم 400 غرام فرينه. الفرينه من المستحسن تخيروا هذيك الفرينه تاع الحلويات، ما تخيروش الفرينه هذيك تاع العجائن، هذيك كتجي شويه معجنه ما تجيش من الداخل خفيفه. ومن بعد مع حبه بيضاء نخلط شويه ونضيف باقي المقادير، نضيف باقي الحليب اللي خليته، ونزيد العظمه، مغرف صغيره فاني، ومغرف كبيره زبده ذايبه، وقرصه ملح، ونخلطهم هكا بيدي كما راكم تشوفوا. خلطت خليطه خفيفه برك، هاي القرصه تاع الملح وين درتها، ولا فاني مغرف صغير هذاك ما بقى لي كملته، ونخلط ونحطها في العجانه. اللي عنده العجانه هاو يدير بالعجانه، اللي ما عندوش العجانه يعجن اني ضفت لها شوي فرينه خاطر جاتني شوي جاريه، زدت لها واحد 2 مغارف، هي كامل هزت لي 400 غرام وكاس غير 7 حليب دافي. عجنتها شويه مش بزاف، العجانه تلمت لي، ومن بعد حطيتها في الصحن هذا، وغطيتها بالبلاستيك الغذائي وخليتها ترتاح. حنا ما نحوش اني نخمرها مده طويله صراحه، شوي برك يضاعف حجمها، ومن بعد ندي غازيها كما راكم تلاحظوا. بعد ما ديغازيتها رشيت شوي فرينه على الاخر تاعي، البوطاجي تاعي، ومن بعد بسطتها بالقنوط كما راكم تشوفوا. هي تجي شوي تتلصق، تستعيني بشوي فرينه، ما تكثريش الفرينه باش ما تشيحلكش لاباط. ها هي كي خليت فيها واحد سنتيمتر الى 1.5 في العرض تاعها، ومن بعد طبعت بالكاس. يعني ما عنديش انا ما عنديش الاله هذيك الطابع هذاك تاع لي دانوت الخاص بها، لا استعملت الاشياء المنزليه كاي ربة بنت جزائريه ديما تسلك راسها تلقى الحل. وفي الوسط نحيت بالبوشون تاع القرعه هكذا، يعني الصوره راهي واضحه، وفرشت شوي فرينه فوق طرشون نظيف، وحطيتهم مام الصغار هذو كاني ما عاودت لهمش العجين صراحه، خليتهم باش نقليهم معاهم. وسخنت الزيت، كي سخنت بزاف نقصي النار، ما تخليهاش قاويه باش ما تجيكش من داخل نيه ومن برا محروقه. نقصي عليها النار وطيبيها بهذه الطريقه، ونحي منها الزيت، حاولي انك تنحي منها الزيت بالورق النشاف هكذا. والصغار هاملي كيف قليتهم كيف جاو. ومن بعد كي طابوا حطيتهم في صحن ورشيت عليهم شيكولا اللي ذوبتها في حمام مائي. الشيكولا تاعي ذوبتها في حمام مائي، درت اوبتيلا معها 2 مغارف حليب وذوبتها. هاي درك هنا وين راح نزين. التزيين يبقى اختياري، وكل واحد يزين كيما يشتي، وكاين اللي يدير طليه بيضه، وكاين اللي يدير غير شوكولا، وفوق الشوكولا تقدري ديري مكسرات اللي عندك، جنجلان، نواه كوكو. المهم الحاجه اللي تقدري تزيني بها، وتقدري ايضا تستعمليهم في اعياد الميلاد، وتستعمليهم لولادك لقهوه العصر. مقاديرهم اقتصاديه وما فيهاش، يعني ما يهزش مش حاجه كبيره، ويخرجوا الاولاد يفرحوهم. هاي كيف جات من داخل الشيشه خفيفه صراحه، جاو بنان. هما كي كملت درت لهم شوكولا. نتمنى انكم تشاركوا في القناه، وشكرا.